هو انا كان نفسي النهارده بس بالمناسبه دي اشوف، يعني اسمع منكم، انتوا سمعتوا كتير منا، فكان نفسي النهارده اسمع اثار وثمرات هذه العمره المباركه وهذه الجوله التي عشناها معا في يعني هذه الرحله الرائعه الجميله، من اجمل رحلات العمره اللي طلعتها في حياتي الحمد لله بفضل الله. هذه الرحلة رحلة مباركة، رحلة طيبة، رحلة مليئة يعني المواقف الطيبة، بالناس الطيبين الصالحين، عرفنا فيها ناس طيبين وناس صالحين. فأنا يعني كنت نفسي أسمع مشاعر الناس اللي موجودة، وأعرف إيه اللي طلعوا بيه من هذه العمرة، بحيث إن احنا إن شاء الله تبارك وتعالى نستفيد من هذه ال الآراء. وايضا باذن الله تبارك وتعالى نشوف اوجه القصور، لو كان في اوجه قصور حاجه قصرنا فيها اخواني، يعني جزاهم الله خيرا. يعني ما فيش حد بيدعي الكمال، فاكيد كل عمل بيعتريه نقص، كل عمل بيعتريه نوع من عدم الكمال، فنعرف ايه الاوجه النقص اللي قصرنا فيها بحيث ان احنا نعالجها، وايضا نستسمحكم ان انتم تسامحونا يعني فيها. فانا عاوز اسمع ارائكم، فتفضلوا. يعني انت تتكلم. بس مش انت، يعني احنا عايزين انت. مش نشوف اراء الناس كده يا جماعه، الناس اللي معانا اللي في العمره، ناس لو في ثمرات، مواقف طيبه، استفدتوا ايه، تعلمتوا ايه الحاجه الحلوه اللي اثرت فيكم. كل حد اكيد في موقف حلو جميل، الموقف ده اثر فيه جدا، ويعني ترك فيه اثر، ويعني هيخليه ان شاء الله يكون سبب في انه يكمل ان شاء الله رحلات عمره مع المجموعه الطيبه دي ان شاء الله تعالى. فلو في حد عنده حاجه يزيدنا يعني، اتفضل يا شيخ حاج. يبقى خلاص كده احنا فشلنا في ما فيش حد يبقى الرحله كده كل الناس ما فيش حد عاجبه حاجه خالص. سبحان الله، ما فيش. في قول يا احمد. طب اقف، اتفضل يا احمد. ماشي. سمعنا كده يا احمد. يلا. يلا حبيبي، يلا خليك معانا يا احمد. يلا اتفضل. سيبه. قول يا احمد، اتفضل يا حبيبي، اتفضل. طيب يعني ان شاء الله ايه اللي انت شايفه يعني محتاج ان هو يكون بعد العمره بحيث نفضل التواصل موجود؟ شايف ايه الاجراء او ايه الحاجه اللي ممكن نعملها بحيث ان احنا نفضل متواصلين ان شاء الله للقاءات اخرى، لعمرات اخرى، مش هنقطع بقى يعني نعمل ايه؟ احنا عندنا معاهد تربويه، وعندنا دورات، وعندنا بفضل الله يعني لقاءات مستمره باذن الله تبارك وتعالى. الناس محتاجه انها تتواصل معاه. تمام. طيب يعني ان شاء الله ممكن من خلال الجروبات ومن خلال صفحه المجتمع ان شاء الله ننزل القنوات اللي موجوده والدورات اللي موجوده ونعلن عنها باذن الله تبارك وتعالى، ودي تبقى برضو بدايه طيبه للي عاوز يطلب علم، اللي عايز يتعلم. عندنا في دورات في السيره، في دورات قرانيه، في حاجه يعني مبادرات افتح لي قلبك، اللي عنده مشاكل. طبعا الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. في ناس بيسمع لمشاكلك وبيسمع للمشاكل اللي عندك، وبيحاول بقدر المستطاع ان هو يتجاوب معاك ويكون سبب من اسباب حل هذه الازمات وحل هذه المشاكل، سواء كانت هذه المشاكل مشاكل دينيه، المعوقات اللي بتعوقك اثناء السير الى الله سبحانه وتعالى. كل واحد فينا اثناء سيره الى الله سبحانه وتعالى بيقابله مشاكل وبيقابله عقبات وبيقابله بعض العوائق اللي بتعوقه عن استكمال سيره الى الله سبحانه وتعالى. فهتجد من يساعدك في هذه المسيرة إلى الله سبحانه وتعالى، ياخد بإيدك. وإحنا دايما بنقول إن أنت لوحدك لن تستطيع أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى.
يعني محتاج اولا معونه من الله سبحانه وتعالى. ده اول حاجه، انك تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وليس باي شخص وليس باي احد غير الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني اللي هو طبعا ده بيكون من خلال بقى الدعاء والعبادات والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني هيكون من خلال الصحبه الطيبه، البيئه الايمانيه. والبيئه الايمانيه دي بقى يعني هتكون مجالات كتير. اللي عاوز يتعلم هيلاقي اللي ياخد بايده لطلب العلم، اللي عاوز يتعلم ان هو يعني يثبت على الدين وعنده مشاكل في الوصول الى الله سبحانه وتعالى هيلاقي حد بيمدله ايده وبياخد بايده في اوقات ازمات ممكن الناس كلها تتخلى عنه. اقرب الناس ممكن يتخلوا عنه، ولكن هيجد صحبه الايمان ان شاء الله هي اللي تكون جنبه واللي تمدله ايدها واللي تاخد بايديها ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. طيب حد تاني وبعدين ننتقل بقى للدكتور مصعب. اتفضل حضرتك. بين الايه؟ والله دي يعني المسألة دي، بص حضرتك، دي بيقوم بها الدور ده بيقوم بيه الجمعيات الخيرية. احنا مش جمعية خيرية. يعني احنا يعني في جماعات خيريه موجوده وفي اعمال بر وخير، اي نعم، ممكن على المستوى البسيط، المستوى يعني اللي هو الفردي، يعني ممكن ناس تتعاون مع بعضها متعين بعض. انما الدور ده بيقوم بيه مؤسسات. احنا دلوقتي الحياه اللي احنا بنعيشها دلوقتي حياه مؤسسات، ما عادش حياه افراد. بمعنى ايه؟ يعني بنيجي نتكلم في باب الفتوى وباب العلم، ما عادش ينفع حاجه اسمها فتوى فرديه، ان انا اجي اسال في مساله او في موضوع شائك واخد براي شيخ واحد، مع احترامنا للشيوخ واحترامنا للعلماء، لكن الان في حاجه اسمها مجامع فقهيه بتحترم من قبل الكل ومن قبل الجميع، بتشكل من قبل مجموعات من العلماء، سواء في العلوم الدينيه او العلوم الاكاديميه او العلوم الدنيويه، ايا كانت المساله اللي بتدرس او محل البحث يعني. كذلك موضوع العمل اللي هو التكافلي والاجتماعي والكلام ده له محله، اللي هو الناس اللي شغاله وقائمه على العمل الخيري، ده بيكون لهم بحوث، بيعملوا حالات بحث اجتماعي للحالات اللي تستحق، ويبداوا وناس في كوادر شغاله في هذا المجال وفي هذا الباب هم اللي بيقوموا بالدور ده. فاظن ده يعني ايه، ده عمل كبير يستحق او يكون له اهله يعني. اما الان احنا في اللي بنحاول نعمله او نقدمه للناس، ان احنا ناخد بايديهم في موضوع الدلاله على طريق الله سبحانه وتعالى، ناخد بايديهم ندلهم على طريق ربنا سبحانه وتعالى بقدر ما نستطيع، ويعني نعلمهم دين ربنا سبحانه وتعالى كما يعني وفقنا الله سبحانه وتعالى وجدنا من يعلمنا دين ربنا. ودي رساله احنا عاوزين كل واحد فينا يتحملها وتكون رايه كلنا بنحملها. انت النهارده بتتعلم دين ربنا مش عشان تاخد الدين ده وتختزله او تحطه في الدولاب عندك او تعينه، لا، ده انت لازم تاخد خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني المفروض ان احنا كنا بنتعلم دين ربنا عشان نؤدي هذه الرساله. واحنا قلنا ان ده احنا كان الواحد من الناس بيروح للملك او لاي حد من ملوك الدنيا يقولوا ان الله ابتعثنا كلنا مبتعثين، كلنا أصحاب رسالة، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الأديان إلى عدل الإسلام، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. دي رسالتنا كلنا، مش اللي قاعدين على المنصة بس. اللي قاعدين على المنصة دول بس هم يعني إيه، كان يعني ربنا قدر ان يكون لهم دور في الوقت ده وفي التوقيت ده وفي المكان ده. انما انتوا اكيد هيكون لكم ادوار تانية وفي اوقات تانية وفي اماكن تانية قد تكون باذن الله تبارك وتعالى اعظم من الدور الذي يؤدى الان. ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. وان شاء الله تبارك وتعالى، طبعا مش عايز اخد حق كلمات اخواني ويعني احبابي في الله، ان شاء الله تبارك وتعالى يعني اليوم يعني يوم حافل وليله حافله ان شاء الله تبارك وتعالى. يعني نسمع كلمات طيبه من اخواننا الدعاء واخواننا اللي كانوا لهم دور كبير جدا في هذا. مش بالضروره يكونوا كلهم دعاء، في معانا ناس كانوا شايلين شغل كبير جدا ودورهم لا يقل ابدا اهميه عن اهميه الدعاء اللي كانوا موجودين او المربين او المربيات. يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني الواجب اللي احنا بنعمله واجب العمره كان عشان يكتمل ويخرج في ابهى صوره، في اجمل صوره، ويصل لهذه الصورة المشرفة، كان لابد أن يكون وراء هذا العمل جنود أخفياء أتقياء نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، قاموا بأدوار كبيرة جدا. إن شاء الله يكونوا معانا بإذن الله في هذه الليلة المباركة، ومع أخي الدكتور مصعب يعني يكمل المسير. جزاكم الله خير.